هو فعلا باربي بيرسي فكرة النسوية ولا هو مجرد شماعة الذكوريين بيعلقوا عليها عنصريتهم؟ قبل ما اتفرج على فيلم باربي يا اخوانا لاحظت ان مجموعة كبيرة جدا من الاجانب والعرب قالوا ان الفيلم ده بيروج للنسوية بشكل مبالغ فيه وبيقلل من قيمة الراجل. وبعد ما اتفرجت على الفيلم كده حسيت بمشاعر مختلطة. الموضوع مش ابعد من ابيض واسود او نسوي وذكوري والكلام ده كله. فتعال نحلل الفيلم كده بالتفصيل الممل. اول حاجة لاحظتها اللي بتدعم فكرة النسوية في الفيلم هي الطريقة اللي طلعوا بيها الرجالة. مفيش راجل في الفيلم ده ذكي او حازم او عنده شخصية او حتى ناضج. كلهم بلا استثناء معدل ذكائهم لا يتجاوز معدل ذكاء طفل عنده 10 سنين، سواء في عالم باربي اللي هو جوه الفيلم او العالم الحقيقي اللي راحته باربي وكين. ودي مش منطقية نوعا ما. باربي لما راحت العالم الحقيقي عشان تصلح نفسها شافت ان الرجالة هم المسيطرين بالكامل والستات اقل منهم نوعا ما، وعلى الرغم من ان ده منصف لانه حقيقي في العالم اللي احنا عايشين فيه الرجاله فعلا هم اللي مسيطرين بشكل كبير، وده ليه اسباب كتير جدا مش حابب اخوض فيها ومش عايز اتكلم عن مدى ان ده صح او غلط، لان كل مجتمع ببساطه ليه قوانينه وليه اعرافه وليه دين بيحكمه وليه حاجات كتير، عوامل كتير قوي بتقول ليه الرجاله مسيطرين وده صح، وفي عوامل تانية في دول تانية بتقول ليه الرجاله مسيطرين وان ده غلط. اللي ما كانش منطقي بالنسبه لي ان الرجاله المسيطرين دول في الفيلم كانوا اطفال هبل بيقلوا من نفسهم، دايما اغبياء وبيعملوا حركات عبيطه، فازاي سيطروا اصلا في الفيلم؟ ما ينفعش تقبل الراجل المسيطر وقاهر حقوق المرأة وفي نفس الوقت تخليه غبي مش عارف حتى يعتمد على نفسه. ده بيأذيك انت ككاتب مش بيقلل من الرجالة. اللي هو تخيل كده معايا عيل صغير بيمشي راجل كبير وبيأمره وبيخضعه، ده معناها ان الراجل الكبير اغبى واضعف من العيل الصغير وما عندوش شخصية. يعني لو الراجل اللي بيسيطر غبي يبقى الست اللي متسيطر عليها دي تبقى ايه؟ حتى لما كان حبيب باربي سيطر على عالم باربي بكل الستات اللي فيه، غباؤه نفسه وحسه العنيف خلاه يفقد السيطرة دي في ايام معدودة لما البنات اللي هم باربي قرروا يعملوا انقلاب على الرجاله اللي هم كين. وده منطقي، الغبي دايما بيخسر. امال ليه في العالم الحقيقي لسه الرجاله مسيطرين؟ من الاخر ما ينفعش انك تقلل من اللي قدامك وفي نفس الوقت تشيطنه. ما ينفعش تبيع فكره ان الفار اضعف من الاسد وفي نفس الوقت تعمل فيلم كامل عن عالم الفيران هم اللي بيحكموا فيه والاسود بيشتغلوا عندهم. دي سذاجه وغباء ومش هتتبلع كده بسهوله. ما ينفعش تاخد كل حاجه في نفس الوقت. للاسف الفيلم نظرته للرجاله والستات انا شايفها نظره سطحيه جدا، نظره عباره عن ابيض واسود ما فيهاش رمادي او بعد حتى يفهمنا الستات دي ليه مقهوره. طريقته حتى في حل المشكله عبيطه زيه، اللي هو السبيل الوحيد لحريه المراه هي قهر الرجال. في عالم باربي الستات هم اللي بيحكموا العالم ده، هم الدكاتره والمهندسين والعمال وشاغلين كل الوظائف، اما الرجاله اللي هم كين فوجودهم ملوش اي 30 لازمه. وانا مع الفكره دي جدا. في الاول وفي الاخر ده عالم باربي، عالم عرايس بتلعب بيه البنات الصغيره. طبيعي باربي في خيال الاطفال دول تكون هي الكل في الكل، هي اللي بيركزوا عليها، هي الاقوى والاجمل والافضل. وكين الراجل فهو مجرد حبيبها، مجرد موجود جنبها علشان يدعمها. انا ما عنديش مانع في ده لسبب واحد بس، لان باربي اصلا لعبه معموله للبنات. لو تخيلنا العكس كده واتكلمنا عن العاب الولاد مثلا زي باتمان او سوبرمان او ايرون مان، ففي عالم كل الشخصيات دي هم برضو الافضل. يعني باتمان هو الاكثر ذكاء في جوثام، ايرون مان عبقري، سوبرمان الاقوى، البطل الاقوى في عالم دي سي. كل الشخصيات اللي حواليهم بيخدموا عليهم في العالم بتاعهم. فانا ما عنديش مانع نهائي في سيطرة باربي في العالم بتاعها. اللي عندي مشكلة معاه اللي انت طرحت فكرة المساواة وناقضتها بشكل مبالغ فيه. يعني انت بينت ضعف المرأة واضطهادها في العالم الحقيقي، ولما جيت لعالم باربي قلت طز في الرجالة، باربي هي الاساس، عشان لو حققنا المساواة دي في عالم باربي الرجالة هيبوظوا كل حاجة زي ما حصل بالظبط في الفيلم. الرجالة بوظوا العالم، خلقوا مشاكل، اضطهدوا باربي واتخانقوا مع بعض. فانت حرفيا مش عايز مساواة، انت عايز الستات هم اللي يسيطروا، لان العالم تحت حكم الستات هيكون افضل واجمل ووردي اكتر. حتى لما كان طالبوا بحقوقهم في نهاية الفيلم واحد فيهم اقترح يبقى رئيس في محكمة زي البنات بالظبط، الرئيسة قالت له هنمسككم مناصب صغيرة جدا، نجرب تنفعوا ولا لا. لو حصل المشهد ده بالعكس حرفيا هيتقال على الفيلم ده ذكوري وعنصري وبيضطهد للمرأة ومعادي للنساء. اللي هو لو بنت هي اللي راحت لرئيسها الراجل وقالت له نفسي ابقى قاضية في محكمة، فرد عليها وقال لها هشغلك في مناصب صغيرة جدا ونشوف هتنفعي ولا لا، على طول هنسمع صياح النسوان وهيطالبوا بمنع الفيلم وعدم عرضه في امريكا والدول الغربية. فالفيلم منافق بحد كبير، بيحاول يبان ذكي رغم انه طرح بعض المشاكل الحقيقية، حاجات فعلا تقدر تتعاطف معاها او تبص لها من منظور المرأة. حقيقة مثلا ان عرايس باربي دي مجرد بروباجندا الشركة عملتها للبنات عشان البنات يحسوا باهميتهم في المجتمع. يعني عملوا لهم عروسة دكتورة وعروسة رئيسة
رئيسة وعروسة مهندسة عشان يبقوا مثل اعلى للبنات الصغيرة، والحقيقة دي خدعة، وهم حرفيا بيتباع للبنات عشان يصدقوا انهم مهمين ويشتروا عرايس اكتر والشركة المنتجة تكسب فلوس اكتر. نفس الشركة دي اللي رئيسها راجل وكل مساعدينه رجالة، فهم بيبيعوا للبنات جو انتوا مهمين عشان الفلوس، زيها حرفيا زي اي شركة رأس مالية بتحاول تستغل الناس على قد ما يقدروا عشان يحققوا اكبر ربح. دي حتة حلوة جدا وعجبتني. ومن الحاجات برضو اللي عجبتني ارساء دور المرأة كأم وكربة منزل. دايما النسويات بيهاجموا الامهات بشكل كبير جدا وبيوصفوا ربة المنزل بالست الخاضعة لجوزها بدون طموح او احلام او حياة حقيقية. الفيلم هاجم الفكرة دي بشكل كبير جدا ووضح ان الام وظيفة مهمة جدا زيها زي الدكتورة والمهندسة والعالمة وغيرها. حتى في النهاية باربي لما اقترحت على رئيس الشركة انه يصنع عروسة عادية، عروسة مش لازم تكون مثالية وبتلبس احسن لبس وطول الوقت مهتمة بنفسها، لا، عروسة معمولة للبنات اللي نفسهم يكونوا دكاترة او اللي نفسهم يكونوا امهات. نهاية الفيلم باربي نفسها لما تخلت عن عالمها وقررت تبقى انسانة، اخر مشهد ليها كان عند دكتورة النساء والتوليد، يعني هي اعتنقت دلوقتي كونها بنت بالكامل وغالبا بقت حامل على حد ما فهمت من المشهد. يعني من الاخر مش عيب اللي انت تفكري انك تكوني ام، مش لازم تكوني بنت بتفكر في الطب او انها تكون اهم دكتورة في العالم او تفوز بجائزة نوبل او تبقى رئيسة والكلام ده كله. من الحاجات اللي عجبتني برضو انهم سلطوا الضوء قوي على التحرش اللفظي والتحرش الجسدي بطريقة تبان نوعا ما سطحية عشان ما يصدموش المشاهد. يعني وصفوا لك بشكل حلو قوي النظرة الشهوانية للرجالة للبنات اللي بيمشوا في الشارع. لما باربي نزلت العالم الحقيقي لأول مرة تعرضت للتحمرش، وبعيدا عن التحمرش نفسه فكانت معرضة لنظرات الرجال اللي كانت مقززة جدا وهم بيبصوا على جسمها، ولما دفعت عن نفسها وضربت المتحرش هي اللي اتسجنت مش هو. القوانين دايما في أمريكا والعالم كله لسه مطاطية في حوار التحرش ده، بالذات التحرش اللفظي. التحرش اللفظي في دول كتير جدا ملوش عقوبة وبيتم استبدال الكلمة دي بكلمة معاكسة عشان نقلل شوية من بشاعة الموضوع. كلمة تحرش لفظي كلمة كبيرة، اما كلمة بيعاكسها دي فكلمة تبان سهلة وبسيطة. انا عايزك يا معلم تبص للموضوع كده بنظرة عكسية، ان البنت هي اللي بتعاكس الراجل في الشارع. هلاقي طفل دلوقتي بيقول لي يا ريت، فانا هبالغ اكتر وهوصف لك مثلا راجل ضخم كبير اقوى منك جسديا بيرمي لك كلمة في الشارع فيها ايحاءات جنسية، كلمة قذرة جدا، او بيلمسك بشكل مش كويس في مناطق ما ينفعش يلمسك فيها، او بيلمسك في مناطق حتى عادية بس بطريقة مقززة شوية وانت مش عارف ترد. يا ترى احساسك ساعتها هيكون عامل ازاي؟ هتبقى خايف اصلا انك تنزل الشارع. ده بالظبط احساس البنات اللي بيتعرضوا للتحرش اللفظي وما بيقدروش يدافعوا عن نفسهم ولا حتى بيقدروا انهم يستنجدوا بحد، لان دي في الاول وفي الاخر كلمة. محدش اللي هيشوف اللي قالها مجرم او هيهتم، ده واحد بيعكسك في الشارع بيرمي كام كلمة وخلاص. ممكن حتى يكذب بعد ما انت مثلا تزعقي او تستنجدي بحد ويقولك انا ما قلتلهاش حاجة، دي ظلمتني. بالنص القايم هتبص على البنت وتشوف الضحية بتأفور، سيبيه في حاله يا بنتي، ده رمى كلمة، هتضيعي مستقبله كله عشان كلمة، مع ان الكلمة دي اكبر بكتير جدا مما نتخيل وتأثيرها على البنت او الولد او ايا كان اي حد عموما كبير جدا يا اخوانا. الفيلم قدم المشاكل دي بشكل حلو جدا، في سيكونس كامل في النص والام بترجع باربي لعقلهم بعد غسيل المخ اللي حصل لهم، كان جامد بصراحه وبيديك نظره مختلفه لسيكولوجيه المراه والحاجات اللي بتعاني منها. مشكلته بس ان اسلوب حل المشكله اجريسيف عنيف زي المشكله نفسها. الرجاله اما اللي هيحكموا او الستات هم اللي هيحكموا، ما ينفعش الاتنين يعيشوا مع بعض في سلام، لازم يكون في الفا وبيتا، اكننا حرفيا في غابه او عايشين في وسط حيوانات، وده اللي انا معترض عليه اصلا. واكتر حاجه تضايقك يا معلم ان الفيلم تقريبا لقى نفسه بيناقض نفسه فاداك انصاف حلول، اللي هو بعد ما بنات باربي استعادوا السيطره على عالمهم، باربي وقفت قدام كين وقالت له انت مش لازم تربط نفسك بيا، شوف طريقك وعيش حياتك. ورغم اقتناع كين بكلامها الا انه حتى في النهايه لسه شايف نفسه تابع ليها ولا حاجه من غيرها. برضو من التفاصيل اللي تضايقك طريقتهم في عرض الذكوريه على انها توكسيك، الراجل اللي بيروح الجيم، اللي بيلعب رياضه، اللي مفحم بالذكوره وروحه حره، اللي بيحب الافلام العميقه جدا زي جاد فاذر او اغاني الرجاله وبيعتبر ان العياط على الفاضي والمليان ضعف، فده راجل ذكوري وتوكسيك. لازم يكون دايما بيعيط، لازم يعتمد على مراته في حياته، تقول له يعمل ايه وما يعملش ايه، لازم يكون عاطفي بزياده، كونه مسؤول عن بيته ومراته بتعمل له الاكل او بتطبخ له او بتهتم بيه، فده معناها انه توكسيك وهو بيقهرها. ودي نظره حرفيا نسويه بحته، لان مفهوم القوامه بالنسبه لهم مقزز. لازم الراجل يكون زي الست بالظبط في الحقوق
واجبات، بالعكس لازم كمان تكون هي اهم منه. حسيت حرفيا ان من ضمن رسائل الفيلم مبهمه انهم عايزين ياخدوا كل مميزات الراجل وما ياخدوش اي حاجه من مشاكله ومعاناته وحياته، اللي هو اديني حقوق الراجل بس ما تدينيش واجباته، خليني زيه بس في نفس الوقت هو اللي يصرف عليا، هو اللي يهتم بيا، هو اللي يقول لي كلام حلو، خليني احقق ذاتي من غير ما اهتم ببيتي باي شكل، وهو يكون راضي تماما بده وبيدعمني. الفيلم قدم مشاكل كتير وعرفنا اكتر عن المرأة، ظلم الراجل في بعض الاحيان، بس انت كمتفرج المفروض تنقي ما بين الصح والغلط، بمعنى انك ما تاخدش وضع هجومي وتوصف الفيلم بالنسوي وترفضه رفض قاطع وتهجم عليه وتحاول على قد ما تقدر تحاربه. لازم نعرف ان في فعلا مشاكل كتير بتتعرض لها البنات والستات عموما، ولازم نحط نفسنا مكانهم احيانا، نفكر زيهم، نفكر في حلول ترضي كل الاطراف، لان على عكس التفكير النسوي والذكوري اللي انا بعتبره طفولي جدا يا اخوانا، فالراجل والست عمرهم ما كانوا اعداء، ونجاح اي مجتمع حرفيا قايم على الطرفين مش طرف واحد بس، ولو كل واحد من الاتنين عرف دوره كويس، حقوقه ايه وواجباته ايه، هنرتاح من الصداع ده. بس كده يا معلم، تقييم الفيلم باربي هو 6.5 من 10. فيلم لذيذ رايق، للاسف كان ملخبط بشكل كبير، في بعض الحاجات الحلوه وفي بعض الحاجات السيئه اللي انا ذكرتها. عايزك انت يا معلم تقول لي رايك في الكومنتات، متفق معايا ولا لا؟ ولو مختلف معايا قول لي مختلف في ايه بالظبط ونتناقش سوا كده. اهم من كل ده ما تنساش تعمل لايك، لان اللايك بيدعم وبيساعد جدا. اعمل سبسكرايب لو لسه اول مره في القناه، وفعل جرس التنبيهات لو حبيت الحلقه وحابب المحتوى، وبيس.